اهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد، وبعتذر لو كان الصوت ساعات بيكون الصوت واطي، لان في بعض الاصدقاء قالوا لي فبعتذر، ولكن ببقى في الشغل فمعلش. معانا اخبار النهارده كتير. في الاول الاخ ابراهيم المنيسي طالع بيقول بسبب حريق سنترال مصر سنترال رمسيس. ابراهيم المنيسي مش عارف بيقول كده ليه. خلينا نشوف تصريحات ابراهيم المنيسي. تم تعطيل صفقات نادي الاهلي ما بقاش عارف يتصل، وما بقاش عارف يتفاوض، وما بقاش عارف مش عارف ايه. ان شاء الله باذن الله الصفقات بتاع الاهلي ما تتمش، وكل الخير يا رب لنادي الزمالك. نروح طبعا من داخل النادي الاهلي برضو باكد عشان الخبر ابتدى ينتشر. امام عاشور رافض التجديد حتى وصلوا معاه ل 600 مليون جنيه، ومتمسك بعرض نيوم السعودي وعرض اخر سعودي. نادي الزمالك امير هشام اللي عامل نفسه اعلامي، الاخ طالع بيلقح كل شويه وبيضرب اخبار. فنادي الزمالك قرر شكوى امير هشام رسميا. المجلس نادي الزمالك يدرس شكوى امير هشام. طبعا بقالنا فتره بنلمح لصفقه الزمالك المنتظره ان هو في مفاوضات معاه. لاعب محمود غربال، لاعب المنستيري. اللاعب ده بيشبهوه ان هو خليفه الشيبي في تونس، بيقولوا ده خليفه الشيبي. طبعا الشيبي مغربي، ولكن هم بيقولوا عليه ان هو ده اللاعب بمواصفات الشيبي، بس على ان هو صغير في السن وعنده هامش تطور كبير جدا. ده اللي بيتقال. انا من مدرسه الملعب فيصل. طيب خلاص مصدق هيطلع لنادي مغربي. جفالي لو طبعا الجلسه كانت امس معاه هو ووكيله. اللاعب لحد دلوقتي رافض فكره الاعاره. لو نجح بقى في جون يقنعه بالاعاره او البيع يتم تسويقه. فلحد دلوقتي الموضوع ما خدش لسه هل اعاره ولا بيع. مصدق هيطلع اعاره. جون ادوارد عامل يا جماعه في اهداف محطوطه بيتم التحقق. طبعا الفيديو بتاع تقديم احمد شريف لاعب نادي الزمالك هو اول فيديو هينزل سواء النهارده او بكره. الزمالك كل يوم هيعلن عن صفقه ان شاء الله باذن الله. في تارجت شيكو بانزا ده هيوصل ان شاء الله باذن الله يوم الخميس، وادم كايد. طيب بمناسبه صفقه حامد حمدان، نادي بتروجيت ادى الموافقه لحامد حمدان، واللاعب ابلغ اصدقائه في نادي بتروجيت بان هو لاعب في صفوف الزمالك. رجعوا بتوع بتروجيت لا مش عارف ايه، احنا رفضنا توفيق محمد على النادي الاهلي فاحنا مش عارفين. ما تفهمش. هل حضراتكم بتربطوا حاجه بحاجه؟ ولكن انا بقول لحضرتك في ناس مسؤوله كبيره بتتدخل خلال الساعات القليله القادمه ان شاء الله. حامد حمدان باذن الله لاعبا في صفوف نادي الزمالك باذن الله، والصفقه دي مهمه. طيب كان طلع كلام ان في لاعب مهاجم شهير باشكا التركي، بجيب لك اسمه معلش لان انا الاسماء شويه طبعا كارلوس فينيسيوس. العفو قبل لما اروح، كارلوس فينيسيوس جاي له عرض من كورينثيانز نادي. النادي ده قرب جدا جدا من التعاقد مع كارلوس فينيسيوس. طيب بالمناسبه عبد الرحمن اسماعيل هو بقى مدير تعاقدات خلاص داخل نادي الزمالك وبيمارس مهامه، وهو بالمناسبه وكيل اللاعب عمر فايد مدافع منتخب مصر. اتمنى عمر فايد لاعب صاعد وواعد يجي لنادي الزمالك.
طبعا الشرطه العراقي بيتعاقد مع اللاعب المهاجم ياسين محمود. ياسين محمود مين؟ معلش، ياسين النعيمات لاعب منتخب الاردن اللي كان قريب جدا جدا من الانتقال لنادي الزمالك. محمد محمود لاعب مهاجم فلسطيني الماني في مفاوضات معاه وبقوه داخل نادي الزمالك. ده لاعب 20 سنه يعني تحت السن. احمد محمود طبعا محمود غربال العفو، ده المدافع اللي كنا بنقول عليه، المدافع الباك اليمين يعني اللي بيفكر فيه نادي الزمالك. هل بقى هنجيب كمان حسام الصادق اللاعب المغربي؟ اتمنى، لان انا شايف ان حسام الصادق برضو خامه مبشره من الاصدقاء اللي متابعين للدوري المغربي. مش بقول لك كده انا لا، انا بقول لك انا بحكم على اللاعب من ارض الملعب. زي بالظبط شيكو بانزا. شيكو بانزا ده اللي كان بيتدرب تحت ايد يانيك فيريرا. يعني يانيك فيريرا عارف اللاعب ويعرف يقدر يطلع منه قد ايه. كان في النادي في اثناء تدريبه في الدوري يانيك فيريرا في النادي القبرصي مع نادي اومونيونو نيكوسيا اللي اسمها غريبه معلش، في موسم 2022 2023. شيكو بانزا كان لاعب في الصفوف دي، سجل 6 اهداف وصنع 4 اهداف. فضلت تواجد المدرب في الدوري القبرصي. نتمنى يا رب اللاعب يكون قدر المستوى وقدر طموح نادي الزمالك وجماهيره. الاتحاد السكندري يقرر الاستغناء عن اللاعب عبد الرحمن جبنه ان شاء الله باذن الله. طبعا اسامه حسني طالع بيشكر في المهندس محمد ابو العينين رئيس سيراميكا عشان ادالهم كان ببلاش. فرد الكابتن معتمد جمال وقال له نفسي في انديه تدي الزمالك برضو لعيبه ببلاش. فرد اسامه حسني لما عرف ان هو اتورط على الهوا فقال الكلام ده، وطبعا فضح الاهلي، فقال الكلام ده اصل نادي سيراميكا عارف ان هو يقدر ياخد فلوسه من النادي الاهلي في اي وقت. يا طب نسيبه، هو نادي سيراميكا الزمالك ده مش هيديله فلوسه مثلا؟ مش عارف يا جماعه، مش معقول. طبعا مجلس الاداره بمناسبه شيكابالا العظيم طبعا الاسطوره اتفق خلاص مع احد الانديه الكبيره وعشان يعتزل عشان مباراه الاعتزال شيكابالا، وهيشارك عدد من لاعبي النادي الاهلي في اللقاء ده، برغم ان الخطيب ادى تعليمات واوامر في جروب الواتساب عن طريق محمد يوسف، وقال ممنوع ان اي لاعب داخل النادي الاهلي يتكلم على العام وفي لشيكابالا ويتكلم يعني يمدح بقى شيكابالا يهني شيكابالا اي حاجه. المهم ما كلموش شيكابالا، ده الراجل اللي بيمسك السبحه اللي طالع في منتخب الناشئين ومش عارف ايه، وده بتاع تنطيق الصابونه ما تفهمش، بتاع الكازوزه ما تفهمش بينطق كازوزه ايه وصابونه ايه، ما تفهمش العقول ديت في راحه ولا ايه. المهم وهيكون في استاد الدفاع الجوي ان شاء الله الاقرب لحد دلوقتي لاستضافه اللقاء. في كلام ان جون ادوارد عامل ان الصفقات كلها هتشارك يوم الجمعه او السبت اللي جايه باذن الله. احمد عبد القادر قعد مع مسؤولين نادي الزمالك، قعد اتفق وقع لا ما وقعش. هيطلع كوبري سعودي، قصدي هيطلع لنادي سعودي، احتماليه كبيره يطلع لنادي سعودي يقعد بقى 6 شهور يقعد سنه، وبعد كده ان شاء الله باذن الله يكون عندنا ان شاء الله. نتمنى ان هو يكون عندنا لاعب محترم، لاعب مؤدب، مش زي بعض الناس، لان احنا ما احناش شكل الناس التانية معلش. اللاعب بقى اللي انا بقول لك عليه اللي هو المهاجم ده اللي هو بتاع شهير بشاك التركي، قبل ما ندخل فيه في 7 لعيبه من نادي الزمالك. طبعا الرقم 25 ده خلاص، عبد الله السعيد، عمر جابر، ناصر منسي، محمد صبحي، محمود بنتايج، حسام عبد المجيد. ال7 دول اللي كانوا بيلعبوا داخل نادي الزمالك، ال7 دول مرشحين. طيب بمناسبه محمد صبحي في كلام وبقوه الان مع الحارس مرمى نادي محمد علاء حارس مرمى الجونه
علشان يجي النادي الزمالك. في كده معنى كده ان عواد ممكن يطلع بره نادي الزمالك، ممكن كلام لحد دلوقتي. طيب جون ادوارد بلغ حسام عبد المجيد اللي ابدى مرونه تعالى وقع العقود بقى، وهيتفق ان هو خلاص جلسه توقيع العقود ماشي عشان يبقى تجديد التعاقد معاه. بمناسبه محمد السيد برضو هيحسم الملف خلال الفتره اللي جايه، اللي برضو اللاعب ابدى مرونه. هقول لك بقى دلوقتي اللاعب اللي هو اللاعب اللي هو الشهير بشكاش التركي ده، هو سنغالي، فيليب كيني ده 26 سنة، طوله 1.86 م. تمام. شارك 27 مباراة من اصل 36، 4 اهداف و3. التقييم المتوسط بتاعه انا بديك الارقام اهو بقى، 6.8 حصل على خلال مسيرته 3 بطاقات صفراء. اتنقل من الفريق في 2019 تور، راح لشاطور، مش عارف ايه الاسماء دي، يلا بندير مصبور في 21 دي 19 ل 21 من 21 ل 29/8/2022 راح بشاك شهير التركي. طيب بعد كده ان شاء الله بيقولوا ان هو جاي نادي الزمالك. طب نكمل. مجموع تسديداته 20، تسديداته على المرمى 9 من اصل 20، تسديدات خارج المرمى 11، اضاعه الفرصه 1، فرص كبيره سجلت 3، صناعه فرص 4، اهداف من داخل الصندوق 2، اهداف من خارج الصندوق 2، اهداف بالقدم اليسرى 1، اهداف بالقدم اليمنى 2، اهداف رأسيه 1، اهداف من ضربه حره مفيش، اهداف متوقعه 3.15%. ليه انا بكلمك في الارقام؟ لان في ناس بتطلب مننا كده ان احنا نتكلم في الارقام، فانا بديك الارقام اهو علشان يا جماعه انا برضو يا جماعه الخير انا بنقل لك الخبر. والله انا اقدر اطلع اديك 200 300 اسم لاعب و500 600 اسم لاعب في الفيديو اللي بعده، انا بنقل لك بما يرضي الله بيوصل لنا ايه عشانكم مش عشاني. يعني انا لو ما عنديش المحتوى ده والله ما هيوصلنا اخبار، اللي بيوصلنا عشان خاطركم. دي حاجه. تاني حاجه في اسماء ما نقدرش نقولها لوعد مع الناس، وفي اسماء ما اعرفهاش بحاول اجيبها. طب نكمل. اهداف متوقعه على المرمى 3.56%، صناعه اهداف متوقعه في كل مباراه طبعا 1.27%، اهداف متوقعه تم استقبالها 18.20%. ده اللاعب. طيب هل الصفقه محمود غربال ديت كويسه؟ هنشوف بقى غربال اللي هو بيلعب في نادي الصفاقيس التونسي ارقام. طبعا اللاعب بيقول ان هو ظهير ايمن وموهبه تونسيه ملفته للنظر جدا جدا جدا. شارك غربال في 52 مباراه في الدوري التونسي بحسب موقع ترانسفير ماركت. لعب 6 مباريات في كاس تونس وسجل هدف وصنع اخر. ولعب الظهير الايمن ايضا 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا وسجل هدفا، وخاض 9 مباريات في كاس الكونفدراليه. لعب مع منتخب تونس تحت 20 سنة في مصر عام 2023 تحت قيادة المدرب عادل السليمي. شارك مع المنتخب التونسي تحت قيادة برضه المدرب منتصر الوحشي وسجل هدف في مرمى العراق. كان شارك في المباراة ديت تونس والعراق، وفاز تونس في 3-0 وهو سجل هدف. طبعا قدم اداء طيب قدام منتخب البرازيل في المواجهه الوديه في مباراه دور ال16 في مع منتخب تونس امام البرازيل، وادى اداء طيب جدا جدا جدا، وهو اللي جاب هدف في مباراه البرازيل في الوقت ده. طيب هل المفاوضات معاه رسميه؟ بدأ نادي الزمالك ان هو يدخل، خاصة ان هو شارك مع منتخب تونس الاول في 3 مباريات دولية في 270 دقيقة، منتخب تحت 20 سنة 10 مباريات سجل هدفين. ليه بقى؟
لان نادي الزمالك عايز يستفيد من موضوع تحت السن. انا 21 سنه ده المفروض ان هو لحد 21 سنه تحت السن. هل انت شايف ان اللاعب ده ممكن يكون بديل قوي لتحت السن ويعوض اللاعب احمد محمود او عمر جابر؟ طيب، رضا سليم، خبر من النادي الاهلي، رضا سليم بيبلغ مسؤولي الاهلي برغبته للانضمام للوداد المغربي. على فكره اللاعب الاهلي مش هيلعب في الاسماعيليه، لا هيلعب مع الاسماعيلي ولا كهرباء الاسماعيليه اللي هو منضم حديثا للدوري، مش هيلعب. في لاعب كمان من لاعب فرنسي من اصول افريقيه في مفاوضات معاه، مش هنقدر نقول اسمه، اسف. في ناس بتكتب طبعا انت ليه مش عارف ايه، انا بقول لك زي كده اللاعب محمود غربال لما اديتك ان هو لاعب تحت السن في الباك اليمين، ما اقدرش اقول لك ازيد من كده. ليه؟ لان في وعد، عشان ما يتقالش ان محمود والله بيسرب اخبار الزمالك فالصفقه باظت بسبب محمود، فنبقى احنا السبب. هو انا ما بتشافش يعني، انا لو بيشوفني 10 15 20 100 ففوق راسي. فتخيل بقى ان رغم ده كله، وانا اسف يعني انا مش هقول لك ان نادي الزمالك السكواد بتاعه برضه لسه محتاج صفقات سوبر. شوف احنا بندعم تجربه جون ادوارد، ولكن انا ما بقولكش نجح ولا فاشل، لسه هنحاسب في نهايه التجربه ونقيم ونتكلم. واللعيبه ديت مش هنقيمها الا بعد ما نشوفها في الملعب. طيب، مصطفى محمد يا جماعه، عرض النادي الاهلي عرض عليه 75 مليون جنيه، النادي الزمالك عرض 25 مليون جنيه. الاخ زيزو بيتقدم بشكوى ضد نادي الزمالك عن طريق ممثل اللي هو اشرف عبد العزيز المحامي، علشان سداد مستحقاته الماليه. يعني شوف البجاحه، لاعب خاين. ان شاء الله باذن الله. في كلام تاني برضو ان الصفقات هتبدا بعد معسكر، يعني بعد المباراه الوديه مع نادي اورنج يوم الجمعه اللي قلنا لكم عليها، هتبدا في الاعلان يوم الجمعه. في كلام النهارده او بكره، خلينا نجيهم يوم الجمعه نضرب اول سرينا. طبعا قطاع الناشئين يا جماعه للاسف الكابتن بدر حامد هيستمر. طب يا جماعه الكابتن بدر حامد قدم ايه مثلا لقطاع الناشئين؟ ما قدمش ولا لاعب، قطاع في المستوى النازل. ازاي يا جماعه هنجدد الثقه مع احترامي للكابتن بدر حامد؟ لكن انا بقيم الكابتن بدر حامد بناء على عمله مفيش. يعني احمد رفاعي واحمد مجدي من قبل الكابتن بدر حامد لما يجي، مع احترامي وحب ليه. طب الكابتن بدر حامد مفيش. هل بقى نشوف احمد رفاعي واحمد مجدي يطلعوا اعارات هم كمان؟ اتمنى ذلك. ليه؟ لان الكابتن بدر حامد المفروض كمان يعني نجيب واحد في قطاع الناشئين متخصص يا جماعه. كل التحيه، انا طبعا كلمت الكابتن ايمن الرمادي على الخاص، كل التحيه والتقدير للكابتن ايمن الرمادي اللي بيحافظ على اسرار نادي الزمالك وبيتكلم بشكل محترم عن نادي الزمالك في الوقت اللي فيه ناس كتير من ابناء الزمالك او لاعبين سابقين داخل نادي الزمالك بيقطعوا في نادي الزمالك، وهم خير نادي الزمالك عليهم لحد دلوقتي، وسبب ظهورهم في الاعلام المصري بسبب نادي الزمالك. ورغم ذلك ما شاء الله احنا بنشوف كل الاذى بسبب اللعيبه دي. نادي الزمالك هيخلص ان شاء الله باذن الله. لاعب محمود صابر هيتقدم بقى بعرض رسمي. كان الكلام بشكل ودي، بس هيتقدم لشراء عقد محمود صابر، وباذن الله اللاعب هيكون زملكاوي باذن الله. فلازم يا جماعه ان احنا نشوف الجماعه ده. عمرو ناصر بالمناسبه لما سالت بعض الاصدقاء ايه رايكم فيه، قالوا لي هو بيفكرنا بقى بالكابتن ابو جريشه وكوارش وجمال ابو حميد ورجليه زي باسم مرسي. انا برضو من
المدرسه الواقعيه اللي هو الملعب الفيصل، مش اقيم. طبعا عمرو ناصر بيلعب 9:30. عمرو ناصر ولا احمد شريف مش متذكر قوي، وفي واحد منهم بيلعب 9:30 مش جناح. طبعا صدرت تعليمات للجان جمال جبر وقلاضيشه ولجان الاهلي بان هم يبتدوا يضربوا في الانديه اللي بتتعاون مع نادي الزمالك، وفي الانديه اللي هي العفو في تجربه جون ادوارد، وابتدت البرامج تنفذ الاجنده ديت زي ما شفنا امير هشام. ورغم ذلك ما بيتكلموش على الكارثه اللي مع اسامه وعلي. تخيل بقى، في محمد الشيبي طبعا في عروض كتير تلقاها خلال الفتره القليله الماضيه، ويعني بدأ نادي بيراميدز ان هو هينفتح على موضوع بيعه. قانون الرياضة المصري الرياضي الجديد بيتيح للأندية ان هي تؤسس شركات، ده كويس. من ضمن بنود التعديلات ديت ان رئيس النادي زي ما قلنا لكم قبل كده، زي ما اتكلمنا مع بعض، مش هحبش اقول لا مصادر ولا انفراد ولا خاص ولا حصري ولا الكلام ده كله، لا. من ضمن البنود ديت ان يكون رئيس النادي يقدر يكون رئيس شركة الكورة. يعني معنى ذلك ان ممكن رئيس نادي الزمالك مثلا رئيس نادي الزمالك يقدر يكون رئيس شركة الكورة. بالنسبة صفقة الأستاذ ممدوح عباس، كنا اتكلمنا وقلنا ان احنا ما يعني بنقول مصطفى فتحي او مصطفى محمد كده، يعني من بعض برضو الاصدقاء، مش معلومه يعني تكهنات. كتب مهير عبد الهادي ان الزمالك قريب من اسمه ايه ده بيرسيتاو، فاتكلمنا مع الناس اصدقائنا داخل نادي الزمالك، قالوا لنا لا ليه يا جماعه؟ لان بيرسيتاو مش هو الصفقه الواو، يعني مش اللاعب اللي هيقدم لنا حاجه حلوه. كمان انا معجب جدا 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 بفكره كابتن محمود الخطيب. ليه؟ لان الكابتن محمود الخطيب مؤمن بلاعيبه نادي الزمالك، وهو شايفهم ان هم اعلى من لاعيبه الاهلي. ازاي؟ لان هو مؤمن بقدرات، ومؤمن ان نادي الزمالك مصنع لولاده النجوم، مفخره. نادي الزمالك انظف ما في الدوري والمنظومه الرياضيه، فلذلك هو بيلهث وبيجري ورا اي لاعب منتمي لنادي الزمالك. اخرهم مصطفى محمد، كل مره 4 مرات يرفض. زي ما قلت لكم قدم عرض 75 مليون جنيه من غير الاعلانات، من غير مش عارف ايه، من غير الكلام ده كله. مصطفى محمد مطلوب حيا او ميت يعني كده للنادي الاهلي. فالكابتن الخطيب عايز يجيل 2020 عنده. طيب بمناسبه النادي الصفاقسي التونسي ضم متيابه لاعب الزمالك السابق لو فاكرين. معقول؟ يا نهار ابيض ليه كده؟ اهو. طيب هل بقى متيابه مثلا لو تألق هنروح نجيبه تاني؟ هيقلب بطه بلد عندنا، مش عارف والله. دي كلها الحاجات اللي معانا لحد دلوقتي. اخر خبر لسه برضو جاي بيأكد لي على موضوع اللاعب حامد حمدان، ان هو ان شاء الله باذن الله هيخلص خلال الساعات القليله المقبله، وهيكون لاعبا بصفوف نادي الزمالك باذن الله خلال الساعات المقبله. عاش الزمالك بجمهوره ولجمهوره العظيم الحر.